السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نرجعوا لموضوع عمليات التطوير المحلية واللي كتخدم عليها القوات المسلحة الملكية، وتحديدا العمليات اللي شملات دبابات M60 بالتعاون مع شركة جنرال دايناميكس الأمريكية، زائد عمليات تطوير مدرعات M113 واللي مازال مجهول النوع والقدرات ديالها. وبالتالي فالعشرات من مدرعات M113 المغربية فتم تطويرها محليا، زائد بان فيهم حتى برج قتالي جديد واللي مازال مجهول النوع. وحيت المغرب كيخدم بزاف مع الشركات الإسرائيلية في مجال التطوير والصناعة العسكرية، فراه في نفس الوقت اللي بانوا فيه المدرعات المغربية وهي خارجة من مصانع عملية التطوير والتحديث، فغادي تعرض حتى شركة رافايل مشروعها الجديد واللي فيه بالضبط عملية تطوير مدرعات M113، وهي نفس المدرعة اللي خدام على تطويرها المغرب حاليا. وبالتالي فماشي بعيد يكون التطوير اللي كيهضروا عليه هو اللي اختاروا المغرب. وهذا التطوير ديال شركة رافايل فهو صراحة اللي محتاجه المغرب حاليا، داكشي علاش كاين احتمال كبير انه هو المقصود، حيت رافايل كتعرض نسخة مطورة من الام 113 واللي غادي يتم تحويلها من مدرعة ناقلة للجند الى مدرعات مشاة قتالية. وهذا النوع من المدرعات القتالية فالمغرب محتاجه اليوم بزاف، بما اننا مازال ما توصلناش بالبرادلي. زائد قواتنا المسلحة عندها أعداد ضخمة من مدرعات M113 واللي كتوصل لأكثر من 1200 آلية، وبالتالي راه تحويل أعداد منها باش تولي خاصة بالقتال وترافق الدبابات والمدرعات فراها عملية لجد منطقية. وقبل ما نهضروا على تفاصيل هاد التطوير اللي كتعرضوا شركة رافايل، فمثلا اليونان اختارت انها تتعاون معهم وداروا نفس عملية التطوير، اي انهم حدثوا العشرات من مدرعات M113 ورجعوها عبارة عن مدرعات مشاة قتالية. وهذا التطوير اللي كتعرضوا رافايل فهو شامل تقريبا، واللي كيبدا بتغيير المحرك وتركيب محرك جديد باش يقدر يتحمل الوزن اللي غادي يتزاد في المدرعة، زائد تركيب تدريع خارجي جديد باش تقدر انها تتحمل النيران الخفيفة والمتوسطة بالإضافة للمتفجرات والألغام. ثم خدموا على تركيب برج قتالي جديد من نوع سامسون واللي نيت كتصنعه شركة رافايل، واللي مسلح ببرج من عيار 30 ملم مع صواريخ سبايك المضادة للدبابات، وركبوا فيها حتى أنظمة استشعار بصرية وحرارية جديدة بالإضافة لأجهزة تحديد المدى بالليزر وأنظمة اتصال وقيادة وتحكم، وبدلوا حتى ترتيب المقاعد الخلفية باش تستوعب هاد التعديلات. وبالتالي ولات المدرعة M113 كتقدر انها تهز 6 ديال الجنود بكامل التجهيز ديالهم بالاضافه ل3 ديال الجنود اخرين واللي كيتكلفوا بتشغيل المدرعه والبرج القتالي. وبالتالي نقدروا نقولوا انهم خلقوا مدرعه اللي حديثه كليا واللي غادي تولي قادره على انها تشتبك مع كل انواع الاهداف، حيت راه اهم حاجه خاص توفر عليها المدرعه باش دير المهام الهجوميه ديالها بكل كفاءه فهي أنظمة الرصد والاستشعار، ثم البرج القتالي واللي خاصو يكون في المستوى ويقدر أنه يضرب أهداف بعيدة بالمدفع الرشاش والصواريخ. وهادشي كامل كيبقى متوفر في هاد التطوير جديد. وبالتالي ولينا كنهضروا على مدرعات مشاة قتالية اللي جديدة كليا. غير هو بالنسبة ليا في هاد التطوير فكتبقى إشكالية وحدة وهو التدريع، حيت واخا عززوه بدروع إضافية ولكن ما غاديش يكون في مستوى البرادلي مثلا، حيت الفرق ديال الحجم والتصميم ما بيناتهم كيبقى كبير بزاف، وكتبقى البرادلي في مستوى آخر تماما من ناحية التدريع وحماية الطاقم. الخلاصة أن هاد التطويرات اللي كديرها قواتنا المسلحة الملكية لفائدة المدرعات من نوع M113 أو حتى الدبابات من نوع M60 فهي كتبقى تطويرات اللي ضرورية باش نبقاو محافظين على قدراتنا القتالية في أعلى مستوى. حتى لنا غادي يكون الفيديو سالا، واي جديد حول هاد التطويرات غادي نشاركوها معكم. مع السلامة.